ان شاء الله النهاردة هنعمل الكريم كراميل بالفواكه بطريقة سهلة جدا وبسيطة. طبعا اي فاكهة انتي بتحبيها حطي فيها، وعندي ليمونة، وعندي 2 باكت من الكريم كراميل ولتر من اللبن. على البارد هبدأ اضيف اللبن. طبعا باكت الكريم كراميل بياخد حوالي نص لتر من اللبن، انا هضيف 2 باكت عشان هعمله في قالب كبير. لو عايزة تقللي الكمية فهتضيفي باكت واحد. هبدأ اضيف الكريم كراميل على اللبن. طبعا انا ما ضفت السكر عشان استكفيت بالسكر الموجود في الكريم كراميل. لو عايزة تضيفي. هرفعهم على النار، واول ما يغلوا معايا بسيبهم يبردوا تماما. هبدأ اقطع الفاكهة واضيف عليها عصرة من الليمون، طبعا عشان لون الموز هنا طبعا ما يتغيرش معايا، وهقلبهم كده مع بعض. هجهز قالب او صينية، همسحها مسحة بسيطة من الزيت بالشكل دوت، وامسحها كده على خفيف. طبعا يكون عندي الكريم كراميل لازم يكون بعد ما غلى معايا لازم يسيبه على جنب يبرد، ما ينفعش اضيفه وهو سخن على الفاكهة علشان ما يغيرش لون الفاكهة ويخليها تدبل معايا، فلازم اسيبها تبرد تماما. هبدأ اضيف الفاكهة بالشكل دوت. طبعا انا عندي هنا الكريم الكراميل بعد ما برد تقيل شويه، فهقلبه كده على خفيف وهبدا انزل بيه على الفاكهه، وهبدا اغطيه بالاستريتش وادخله التلاجة يتماسك من 3 ل 4 ساعات. واول ما يطلع معايا بضغط عليه ضغطه بسيطه كده عشان افكه شويه من الصينيه، وابدا اقلبه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. شايفين الشكل؟ ما شاء الله جميل جدا. طبعا في صوص الكراميل الموجود في الباكت هبدأ ان انا اضيفه كده على الوش وعلى الاطراف طبعا بالشكل دوت. شكل طبعا جميل جدا. هبدأ اقطع لكم قطعة كده عشان برضو تشوفوها من جوه عاملة ازاي. طبعا سهل جدا وسريع، وفي نفس الوقت ما خدش مننا وقت خالص. واي فاكهة عندك استغليها هتبقى حلوة قوي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وكومنت حلو عشان يوصلكوا كل جديد. سهل وسريع وجميل جدا هيعجبكم. شايفينها قطعة الفاكهة مع الكريم كراميل حلوة قوي طبعا، وينفع معايا في عز الحر اللي احنا فيه ده. جميل جدا وبالهنا والشفا.